ويا ذكرتها تفضل. عندي واحد من الأصدقاء من الزملاء. نعم. هذا الرجل قبل سنة و3 أشهر بالضبط. نعم. خصص مبلغ من راتبه وراتب زوجته صدقة عنه وعن أولاده. بعد مرور تقريبا 3 أشهر أو 4 أشهر من دفع هذا المبلغ تواصل عندي، قال لي حتى الله سبحانه وتعالى رزقني بركة في أولادي وصاروا أولادي في الدراسة من المتفوقين. نعم. وكيف كان قبل؟ قال لي أشوف الدنيا ظلام، عندي المال عندي خير، ولكن أنا ما أنفق من هذا المال، ما أنفق للدنيا بس لشهوات ورغبات الدنيا. فلما دخلت في الإنفاق الله سبحانه وتعالى غير لحالي وحال أسرتي وحال أولادي وصار أولادي من المتفوقين. رسالتك أستاذ أحمد السعيدي؟ رسالتي أنا أقول إن اليوم الناس، أنا أدعو الجميع للمساهمة في جميع المشاريع الخيرية، في ولاياتهم عامة، في ولاياتهم خاصة، وفي خارج ولاياتهم عامة. نعم. ندعو الجميع أنه يساهم في مثل هذه المشاريع الخيرية ويترك له أثر بعد رحيله من هذه الدنيا. أدعو الجميع بهذا الأمر. شكرا أستاذ أحمد. جزاك الله خير وبارك الله فيك. تفضل مخوض تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. أبو سعيد. نعم. أنا صراحة في هذا السنة كنت أول هذا الجماعة خبروني هذه لأولادي أنا. نعم. ما أولاد عمي، هذه لأولادي. نعم. أنا حيدهم هذول ما مستوين في الدنيا، الآن أنا قبلهم في العمر. نعم. وسالم بن علي وسالم بن حمد. نعم. في الكبر في العمر. زين. حقيقة إن هذا السنة كنت أنا ما مرتاح له. ليش؟ أيوة. أول شيء أنا أقول كان عطناه مثل ما قلت ما بحركة ما أعطنا همة. أيوة. لكن أنا من كلامكم كيف؟ من كلام هذا الشيخ وهذا الرجل والحاضرين كلكم الآن اليوم مرتاح. والآن أقول بخاطري وضميري وعقلي صراحة بعطي الصدق أحسن الصراحة عن كل شيء. يا سلام. أنا اليوم لو أزقي أعطي عمري عليه هذا السنة. يا سلام. يا سلام. اليوم لو عمري أعطي عليه هذا السنة على كلامكم وعلى محبتكم. والحقيقة إن أنا سامحوني كنت أنا تراني ما متعلم. الله اختارك. أنا ما متعلم، أنا ما طلعت على المدرسة، طلعت على العيشة مهنة ومهنة ومهنة. ما كنت أنا دارس ولا أعرف حتى اسمي أكتب ولا أعرف الأجر ولا أعرف كيف ولا أعرف كيف. أسمعكم صراحة صراحة كلمة الأستاذ أحمد صلاح السعيدي. حافظ. نعم. كلام معقولة في أجر هذا السد وخبرتوني بأجره عظيم. لا نعم. الحين عاد طرف البريمي كله في راسك انت. كيف راسي انا؟ انا بالقدره الذي معي. ايوه انا اقول لك القدره الذي معي ان شاء الله ان ما اخفى شيء المقدره الذي في هذا الموت. يا سلام. ان شاء الله بوجودكم جزاكم الله بوجودكم. انا ما دار يا اخي، انا تراني ما دارس وانا ما اعرف كيف وما اعرف كيف. يلا لا اسمع من ما شرط مخول، ما شرط كلام طيب. ما اعرف في اجر ولا ما في اجر. الحين انا القصد اني تو ادور لاجر. يا سلام. باغي لي احفر حطوي او بير في مكان يكون نافع للجماعه. لكن ما دام هذا السد شفتوا انه مناسب وفي اجر عظيم ان شاء الله اني ما اخفق فيه باذن الله. جزاك الله خير ان شاء الله. واليوم مرتاح. اول صراحه ما مرتاح، ترى عطيك كيس خلي بيني وبينه ما بكذب، كاتب على ربي. زين. وهذا البلاد بلادي وانتم حلي، لكن لو زعلت مني ما ما يزعلوا انت ابوهم انت والدهم ما يزعلوا، هم يحبوك. احسنتم جزاكم الله خير. لانفسكم خيرا الله هو خيرا واعظم اجرا. والله انا جزاكم الله خير. هذا اللي بيدوم بارك الله فيك. ما اللي بتخلفوا الاولاد ان شاء الله بعد عمر طويل. هذا اللي بيدوم ان شاء الله. هذا اليوم الدين الحمد لله. الوالد سعيد مبارك خنبشي بالبريبي ما شاء الله. جزاك الله خير والد سعيد، جزاك الله خير. وهذا الكلام الطيب اللي قلته وهذا يعني شيء طيب حقيقه. وانت ابدعت ونشكره ونشكر الوالد سيف محمد فادي ايضا عبد الرحمن جماعه احمد السعيدي ما شاء الله اخونا سيدنا علي وايضا ابو حكيم والاخ سالم جميعا نشكرهم. كنا في زياره اليوم الى سد الحشيمه، نشكر المخول احمد السعيدي والاخوان. نعم.
الحين عرف يعني والله إني عرف مو حالة. والله إني عرفت. أيوة عرف. جزاك الله خير. والله ما كنت إني والله ما متوقع يعني شيء أجر في السجود وكذا، كنت أنا عادي، لكن ما دام فيها كلامك وكلام الشيخ يا سلام. بسم الله يلا. والله إني ارتحت صراحة. جزاكم الله خير. بس يعني الكلام طيب. طيب أجر ثواب. نعم هي والله. يعني سقي الماء ما شاء ما الله. أحسبها بس عيد أنا كذا يعني بصراحة إني لأني يا أخي ما تحط علي حق أنا ما دارس. لا ما دارس وبس عيد والله ما لا دارس. لا كلام طيب بالعكس كلام ما طيب. دام في أجر عظيم إن شاء الله أنا ما أجر. أنا واحد. بركة بركة. مرحبا بارك الله فيكم جميعا. انا صراحه لما اتصلت فيه ايوه انا عرفت ان ما متشجع وكنت لان أيوة. في انتظارك هو هذا موجود اهو. ايوه أنا ما ان شاء بشجع الله صراحة يعني في يعني هذا انتظارك على الرجال. اساس العبيد ما مشجع كان ها؟ بتسمع من الناس اللي اصحاب الخير وفي انتظارك ان شاء الله. زين. جزاه الله خير، لبى الطلب وحضر والحمد لله يعني اقتنع من كيف الكلام. الأجر والثواب؟ من البداية نتكلم ذا الرجل اقتنعت الصراحة، اقتنعت والله. حامد ابو حامد هذا مفاتيح الله تعالى. هذا هو الخير في الدنيا. ما شاء الله. شكرا للوالد سعيد، احسنت على هذه الكلمات الطيبه. حياكم الله. جزاك الله خير. بوجودك يا ابو سعيد لا بوجودك. عليك واجبنا انت نوب الله يوفقك ان شاء الله. جميعا نسال الله التوفيق. نتمنى ان شاء الله توفق بالخير ان شاء الله. اذا شاء الله واكرمنا الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا اخواني. كنا اليوم في زياره للسد هشيمه، ونشكركم ان شاء الله تعالى ونسال الله التوفيق لهذه طبعا لهذا المكان. هذا هو المكان، ونلقاكم ان شاء الله تعالى اخواني.